أهلا بيكم معانا النهاردة. بنشوف تطور لافت جدا في الوسط الفني بمصر. الموضوع هو الظهور الإعلامي اللي جاي للفنان أحمد السقا وطليقته الإعلامية مها الصغير، هيظهروا سوا في برنامجها الجديد. الموضوع ده بالذات مثير للانتباه فعلا، خصوصا إنه بيجي بعد فترة انفصال كانت صعبة شوية، وسمعنا عن خلافات وشرطة وكده حسب المصادر اللي معانا. فإحنا هنحاول نفهم أبعاد اللقاء ده في ضوء اللي حصل بينهم مؤخرا. تمام، خلينا نبدأ بالبرنامج نفسه. قناة أون أعلنت عن برنامج جديد اسمه كلام كبير. البرنامج ده بتقدمه مع صغير، بس المفاجأة الكبيرة كانت في البرومو بتاعه. بالظبط كده، الإعلان ده هو اللي عمل الضجة كلها. كشف إن أحمد السقا طليقها هيكون ضيف أساسي في الحلقات الأولى، وده يعتبر أول مرة نشوفهم سوا في الإعلام بعد ما الطلاق تم رسمياً. فعلا، البرنامج هيبدأ يوم الجمعة 11 يوليو الساعة 8 بالليل، وكمان هيستضيفوا ناس تانية، نجوم معروفين زي محمد سامي وهند صبري وشريف منير وباسم سمرة. بس أكيد ظهور السقا هو اللي الناس مستنياه أكتر حاجة. السقا أعلن انفصاله عن مها الصغير إمتى؟ في يونيو اللي فات، وده كان بعد جوازة استمرت أكتر من 20 سنة. 20 سنة مش قليل، بس الموضوع ما كانش مجرد انفصال وخلاص، مش كده؟ المصادر بتقول إن الأمور اتطورت. للأسف هنا بقى الموضوع خد شكل تاني خالص. التقارير بتقول إن مها الصغير بعد الانفصال بفترة قصيرة راحت عملت محضر في القسم. محضر؟ محضر اتهمت فيه السقا إنه اعتدى عليها وعلى السواق بتاعها في الشارع في أكتوبر. يا خبر، في تفاصيل أكتر عن الموضوع ده في المصادر؟ إيه اللي حصل بالظبط؟ اللي اتقال في البلاغات حسب المصادر إن السواق ومها الصغير كانوا ماشيين بعربيتهم عند مدخل كامباوند اسمه سيتي فيو. فجأة لقوا عربية السقا قدامهم. السواق قال إن السقا فضل ماشي وراهم جوه الكامباوند، وبعدين نزل من عربيته، وبحسب الكلام المذكور في المحضر وجه لها كلام صعب شتايم، واعتدى عليها جسدياً. ولما السواق حاول يتدخل هو كمان اتأذى، عشان كده السواق عمل محضر تاني لوحده. موقف صعب جدا بصراحة. طيب وسط كل ده السقا ظهر في الإعلام قال حاجة عن الموضوع ده؟ هو ظهر مرة واحدة ظهور مهم، كان مع الإعلامي عمرو أديب، وده كان أول كلام ليه بعد الانفصال. ما تكلمش مباشرة عن الاتهامات دي، لكن قال كلام عام كده زي أنا عندي أخطائي لكني لدي سقف في التعامل، كأنه بيلمح إنه بيتحمل جزء من المسؤولية وبيؤمن بالقدر وكده. بس ما تكلمش في تفاصيل المحضر. طيب ومها الصغير كان فيها رد فعل إعلامي أو ظهرت قالت حاجة؟ هي كانت نشطة على السوشيال ميديا أكتر، نزلت صور من تخرج بنتها نادية. الحفلة دي كانت وقت ما السقا مسافر الحج فما حضرهاش، وظهورها ده تزامن مع كلام كده إشاعات. المصادر ما قالتش إذا كانت صح ولا غلط، عن إن ممكن يكون في ارتباط بينها وبين الفنان طارق صبري، خصوصاً إن الناس لاحظت إنها مسحت صورها مع السقا، ونزلت كمان بوستات زي مثلاً كما تدين تدان، والناس فسرتها إنها ليها علاقة باللي حصل. يعني رغم كل الخلافات الشخصية الواضحة دي، الحياة المهنية مكملة، كل واحد ماشي في طريقه. بالظبط. الثقة فيلمه الأخير أحمد وأحمد مع أحمد فهمي، المصادر بتقول إنه محقق إيرادات كويسة أكتر من 14 مليون جنيه. الفيلم كوميدي أكشن، وبيتقال إنه بيحضر لفيلم تاني هيجمع فهمي وعمرو سعد كمان. وهي كمان مع الصغير بتستعد تطلق برنامجها الحواري الجديد أهو. يبقى إحنا كده قدام موقف غريب شوية. طرفين علاقتهم الشخصية انتهت بخلافات حادة وصلت للشرطة، ودلوقتي هيظهروا سوا قدام الناس كلها في لقاء مهني. فعلا، وده اللي بيخلي الواحد يسأل نفسه، إيه معنى الظهور ده دلوقتي بالذات؟ هل ده معناه إنهم خلاص قدروا يتجاوزوا الخلافات دي كلها؟ ولا هو مجرد فصل تام بين الشغل والحياة الشخصية؟ شغل شغل ولا ممكن يكون في أبعاد تانية ليها علاقة بالصورة العامة أو بالترويج للبرنامج والفيلم؟ سؤال فعلا محتاج تفكير، وبنسيبه مفتوح بعد ما استعرضنا كل التفاصيل دي من المصادر اللي معانا.